ديال الحسيمة أوضح في البلاغ المنشور للعموم أن متابعة هذا الشخص المعني لا علاقة لها بالصحافة، ولم تتم في أي إطار يمس ممارسة مهنة الصحافة. تمت متابعته على أفعال يجرمها القانون، وتم توفير كل الضمانات للمعني لكي يدافع عن نفسه، وغادي يستأنف وغادي تتم كل الضمانات القانونية لمحاكمة عادلة. ذكر بينما الاعتقال والإدانة ديال السي المهداوي تمت إدانتها من طرف مجموعة ديال الجمعيات الحقوقية والصحفية الوطنية والدولية. حين ندبر الشأن العام ونقود سياسات عمومية، لا نقود هذه السياسات إرضاء لهذه الجهة أو تلك. هناك القانون، والقانون الذي يجب أن ينفذ على جميع المغاربة، والقانون إذا ما كانش صالح هناك المؤسسة التشريعية والبرلمان لتغييره وممارسة الصحافة. وأنا صحفي وقضيت سنوات طويلة أعتز بممارسة هذه المهنة، لا تمنح أي حصانة إلا في ما يتعلق بحرية التعبير وبممارسة الصحافة. إذا ارتكب الصحفي فعلا يقع تحت طائلة القانون فله أن يتحمل مسؤوليته. القانون يطبق على جميع المغاربة بما فيهم المغاربة المقيمين بالخارج. ما يمكنش احنا حاضر معنا الاستاذ الدكتور عبد الكريم بن عتيق وزير المغاربه المقيمين بالخارج. علاش ذكرت هذه؟ حيت غادي نتكلم معكم على الملف ديال سعيد شعو. غير نقول ان القانون يطبق على الاغنياء وعلى الوزراء وعلى النواب وعلى اليوم لا حصانة لاحد في القانون. الملف ديال سعيد شعو لو ارتبط